تخيل تبقى عريس جديد بتقضي شهر العسل مع حب عمرك اللي كنت كل يوم بتحلم تتجوزها، بس فجأة مراتك بتختفي في بلد أجنبية ما تعرفش فيها حد، والناس والشرطة بدل ما يساعدوك تلاقيها بيتهموك إنك مجنون وإن مراتك ما اختفتش ولا حاجة. أهو دي بقى قصة بطل فيلمنا النهاردة. بس قبل ما نكمل ونعرف الحقيقة فين وبطلنا يحصل معاه ايه، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. ويلا بينا نكمل قصتنا. فيلمنا بيبدأ مع بطلنا في عريس جديد بيقضي شهر العسل بتاعه في تايلاند، بس شهر العسل اللي المفروض يبقى أجمل ذكريات حياته بيتقلب لكارثة بعد ما مراته وحب حياته موري بتختفي فجأة ومش بيبقى عارف عنها حاجة لمدة أسبوعين. في بيروح على اسم الشرطة كتير يطلب مساعدة الضباط عشان يساعدوه يلاقي مراته موري، بس الضابط المسؤول عن المحضر بينفض له مش بيبقى مهتم خالص. وفي برضه في الأول والآخر مجرد شخص غريب مش من أهل البلد يعني، فمش عايز يوجع دماغه معاه. في بيفضل يترجى فيه يساعده ويكمل تحقيق عشان يوصل لمراته، بس الضابط بيقوله تلاقي مراتك هربت مع راجل تاني، أنا مش هضيع وقت في مشاكلك العاطفية أنت ومراتك. هنا بقى في بيتعصب جدا وبيجيب آخره، فبيشتم الضابط بالاسم بكل اللغات اللي يعرفها، وطبعا بعدها على طول بيطردوه بره. ففي بيخرج يقف قدام لوحة إعلانات المفقودين اللي بره الاسم، ومن عصبيته بيفضل يقطع فيها لحد ما بيظهر قدامه ضابط اسمه تشانج. تشانج ده بيبقى أصله صيني بس عايش وشغال في تايلاند، وطبعا لأنهم ولاد بلد واحدة الدم بيحن، وتشانج بيصعب عليه في جدا فبيحب يساعده وبيقوله سيب الموضوع ده عليا، روح ارتاح ولو وصلنا لحاجة هنعرفك. في بيسمع الكلام وبيروح على الأوتيل اللي مقيم فيه، بيفضل يشرب وهو ماسك صورة مش واضحة لموري مراته، وبيبقى زعلان وخايف عليها جدا، وبيفتكر إنه فاضل 4 أيام وتأشيرته هتخلص وهيبقى لازم يرجع بلده فورا، وده معناه إنه لازم يلاقي مراته قبل ال4 أيام. في بينام من كتر التعب وبيحلم بموري وهي واقفة على شط البحر بتنادي عليه وبتستنجد بيه بتقوله ساعدني، فبيصحى من حلمه خايف ومخضوض. بس المفاجأة بقى إنه بيلاقي بنت نايمة جنبه على السرير، فبيقول لنفسه بسم الله الرحمن الرحيم ودي جت منين دي؟ بيصحيها وبيقول لها يا أنسة لو سمحت مكانك مش هنا، انتي مين وازاي دخلتي أصلا؟ فبتقول له أنا مين؟ أنا مراتك موري يا أهبل، مالك على الصبح فيك إيه؟ في هنا بيحاول يستوعب الصدمة وبيقول لها لا ستوب ثانية واحدة كده، مين موري مين ومراتي مين؟ أنا مراتي موري مختفية بقالها أسبوعين مش عارف حاجة عنها أصلا، وانتي مش هي، أنا يعني هتوه عن مراتي؟ انتي مش مراتي ولا عمري شفتك قبل كده. فبتقوله مالك بس يا حبيبي مش مراتك ازاي؟ طب وصورنا اللي على موبايلك دي ايه؟ في بقى بيفتح الموبايل يلاقي صورة له معاها وهم على البحر، فبيبقى هيتجنن اكتر. بيطلب الضابط تشانج وبيقوله تعالى الحقني ابوس ايدك. تشانج بيروح له والمفاجأة انه لما بيشوف اوراق البنت وجواز سفرها بيلاقي انها سليمة، وقانونا البنت كلامها صح، يعني هي فعلا موري وهي فعلا متجوزة من في بيقول لتشانج والله العظيم يا فندم ما مراتي، طب انا هثبتلك. في بيروح ينادي على عاملة في الفندق اسمها لوسي، كانت هي المسؤولة عن تنظيف اوضته، وبيسألها انتي اكيد بقى شفتي مراتي موري معايا وعارفة شكلها صح؟ بذمتك بقى البنت اللي قدامك دي هي مراتي؟ لوسي بتقوله ايوه هي مراتك اللي شفتها معاك من اول ما جيت الاوتيل. في هنا بيتصدم اكتر وبيحلف لتشانج ان البنت دي مش مراته ومراته الحقيقة لسه مختفية ولازم يساعدها. تشانج بيقوله لا انت كده زودتها قوي، شكلك ضربت حاجة لحست لك دماغك، انا كفاية عليا هنا لحد كده، انا مش فاضيلك وورايا شغل. ففي بيقوله لا استنى انت سايبني مع دي ورايح فين؟ مش هينفع. طب بص انا هثبتلك انها مش مراتي موري اصلا اللي بجد عندها علامة على رجليها، واكيد البنت دي مش عندها نفس العلامة. في بيروح بعدها يقطع هدوم البنت عشان يتأكد، والمفاجأة انه بيلاقي نفس العلامة بتاعت مراته في نفس المكان على رجل البنت. هنا بقى مش بيقدر يفتح بقه بكلمة، والبنت بتقوله أنا مش مصدقة الموقف اللي أنت حطيتني فيه، يعني بعد ما وعدتني إنك هتحميني وهتخليني أسعد إنسانة في الدنيا تعمل كده فيا قدام الناس؟ تشينج بيقول لفي أظن كده أنت عديت كل الحدود وأحسن لك بقى تقفل الموضوع. بس في بيقوله أنا لسه عند كلامي دي مش مراتي والله. فتشينج آخر ما بيزهق بيقوله أنا شغال بالورق والورق بيقول إن دي موري ودي مراتك ففكك مني بقى، بيسيبه وبيمشي. بس في مش بيستسلم، بياخد في ايده كتاب كان مسجل فيه كل مشاويره والأماكن اللي راحها مع مراته موري في شهر العسل، وبيروح على الجزيرة اللي بدأ فيها رحلته مع موري يسأل في الأماكن اللي راحوها والناس اللي شافوهم يمكن يوصل لحاجة، بس مش بيستفيد أي حاجة. فبيقعد يريح شوية وساعتها بيتجمع حواليه شوية عيال أشقية بيقلبوا منه الكتاب اللي في ايده وبيجروا، ففي بيجري وراهم لحد ما العيال دول بيدخلوا مبنى كده، وفجأة في
بيلاقي موتوسيكل بيفرمل قدامه جامد، بتبقى عليه بنت بتحذره ما يدخلش المكان اللي دخلوه العيال لأنه خطر. وفي بيشوف راجل كبير شكله غريب خارج من نفس المبنى. البنت بتدي لفي الكتاب بتاعه وبتقوله يمشي، ففي بيتحرك على مكان جديد كان زاره هو وموري، والمكان ده عبارة عن مكتبة وكافيه. في قبل ما يسأل صاحبة المكتبة على أي حاجة بيلاقي البنت اللي بتقول إنها مراته في وشه، وبتسأله عرفت منين يا حبيبي اللي أنا هنا؟ فبيقول لها حبيبة ما يلهفك، انت طلعتيني منين تاني بس؟ فبتقول له طب وطي صوتك مش قدام الناس. فصاحبة المكتبة بتقول لهم ايه ده، انتوا متخانقين ولا ايه؟ لا في عرسان جداد في شهر العسل يتخانقوا. ففي بيقول لها عرسان ايه وانت عرفتي منين؟ فالست بتقول له مش دي مراتك، انتوا جيتولي قبل كده كتير. ففي بيقول لها حتى انت كمان بتقولي كده؟ لا ده كتير. وعلى طول في بيتصل تشينج بيوصل المكتبة، وهناك في بيوريله تسجيلات الكاميرات بتاعة المكتبة اللي هتظهر فيه مراته موري الحقيقية. في بيبقى مبسوط جدا لأنه أخيرا الحقيقة هتظهر والكل هيتأكد إن كلامه صح. بس في لما بيشغل فيديو الكاميرا بتاريخ اليوم اللي موري راحت فيه المكتبة بيلاقي البنت اللي بتقول إنها مراته هي اللي في الفيديو، فبيتجنن أكتر. وتشينج بيقول له بقى أنت جايبني كل ده عشان توريني إنك كداب؟ ففي بيدخل في حالة صدمة، بياخد علبة الدواء بتاعه اللي بيهديه، بس البنت اللي بتقول إنها مراته بتاخد منه علبة الدواء وبتقوله يا حبيبي بطل الدواء ده بقى، الدواء ده هو اللي بوظ حياتنا. بس في بيرفض وبيتعصب عليها جدا عشان ترجعله علبة الدواء. فتشينج بيبعد فيه عن البنت وبيطلب منه فورا يقوله الدواء ده بياخده ليه، لأن الدواء ده أصلا بيطلع دواء ممنوعات. فالبنت بتقول لتشينج أنا هحكيلك على كل حاجة. جوزي فيه غواص، ولأنه قضى سنين عمره تحت المية الضغط بتاع البحر وظروف شغله الصعبة سببت له مشاكل في الجهاز العصبي، فالدكتور نصحه بالدواء ده. بس مع الوقت الدواء بدأ يأثر بالسلب على في، خلاه ينسى كتير وكمان بقى عصبي جدا لدرجة إنه في يوم صحى وكان عايز يخنقني بس فجأة هدا ونام تاني. تشانج هنا بيفهم الليلة كلها، دلوقتي بالنسبة له في مريض عقلي محتاج دكتور مش ظابط، فبيقول له قضية مراتك اتقفلت تماما والتحقيق هيقف فيها. في بعدها بيخرج بالليل يسهر في مكان وبيتكلم مع الويتر اللي شغال، ففي بيلفت نظره خبر في التلفزيون عن قضية تخص عصابة إجرامية خطيرة جدا كان مسؤول عن قضيتها محققة شاطرة اسمها مي دي تبقى نفس البنت اللي وقفت قدام في بالموتوسيكل ورجعت له الكتاب. ففي بيسأل الويتر عن مي، فبيقول له مي دي ب100 راجل، محققة عبقرية ومفيش قضية خسرتها. ومن حظ في إنه مي بتكون سهرانة في نفس المكان بتلعب بلياردو، ففي بيروح يحكي لها قصته يمكن تساعده. بيقول لها أنا واحد كنت جاي البلد الفقرا دي أقضي شهر عسل، مراتي اختفت فرحت أبلغ عنها محدش سأل فيا، فجأة ظهرت لي بنت تانية عمري ما شفتها بتقول إنها مراتي، وبقيت أنا اللي تعبان في دماغي. فمي بتقعد تضحك عليه، بتقوله أنت تعرف مراتك بقالك قد إيه؟ فبيقولها مش كتير، حوالي سنة. فبتقوله طب ما تفكك منها وتخلع. فبيقولها إزاي بس أنا بحبها أوي. فبتقوله حب حب إيه وكلام فاضي إيه يا جدع، طب أنا هحكيلك قصة واحد معرفة كان عبيط زي كده. من كام سنة زوج وزوجة جم زيك يقضوا شهر العسل هنا، والبنت اختفت فجأة بعد ما كانت بتقيس هدوم في محل، ولأن القضية كان متورط فيها ضباط شرطة الموضوع اتقفل تماما. وعدت فترة كبيرة والزوج رجع تاني هنا بس المرة دي في رحلة شغل، وراح يسهر في مكان ففجأة لقى مراته على المسرح بتقدم عرض. فانت ليه بقى مفكرتش ان مراتك من الأول ممكن تكون اتخلت عنك أصلا؟ ففي بيقول لها لأنه مستحيل موري تعمل كده. فمي بتقول له طب احكيلي عرفتوا بعض فين وامتى؟ في بيقول لها إنه من كام سنة اتعرف على موري في مكان شغله، وقتها كان تحت المية كعادته، وموري جات المكان تجرب فكرة الغوص لأول مرة، بس حصلت مشكلة في البدلة بتاعتها فهو ساعدها وأنقذ حياتها، وأول ما شاف وشها وقع في حبها من أول نظرة على طول. موري كانت بنت خجولة جدا وانطوائية وبتحب الرسم قوي، وهو كمان كان بيحب الرسم. لما بدأوا يتكلموا بعد ما أنقذها قربوا من بعض بسرعة وبقوا بيبعتوا لبعض رسايل كل يوم، وخرجوا سوا أكتر من مرة، منهم مرة لمعرض فني بس كان في مشكلة صغيرة قد كده واقفة لهم، وهي نيان صاحبة موري المقربة. موري كانت متعلقة جدا بنيان وبتسمع كلامها في كل حاجة، ونيان ما كانتش مرتاحة لفي فكانت بتحذر موري منه دايما، بس موري كانت بتطمنها إنها واثقة فيه، وهو سمعها وهي بتقول ده لنيان بنفسه. والغريب بقى إنه امبارح في لما دخل على أكاونت نيان لقاها عاملة بلوك، فمي بتطلب من في صورة لنيان، ففي بيقولها إنه مش معاه غير الصورة اللي كانت حطاها لحسابها، ودي صورة ظاهر فيها بس التاتو بتاعها مش ظاهر فيه وشها، وهو أصلا عمره ما شاف نيان دي قبل كده. وبيكمل بعدها في قصته وبيقولها إن قبل جوازه موري ب3 أيام عملوا حادثة صغيرة بالعربية هما الاتنين، لأن موري شتتت فيه وهو بيسوق بكلامها عن صاحبتها نيان والمسرحية الجديدة اللي بتخرجها،
لأنه نيان أصلا بتطلع مخرجة مسرحيات كبيرة قوي. موري بعد الحادثة كانت خايفة ومتوترة جدا، ففي بدأ يهديها ويطمنها. وبعد الحادثة دي ب3 أيام بالظبط في وموري اتجوزوا، وبعدها بفترة سافروا تايلاند يقضوا شهر العسل. وقتها قضوا كام يوم حلوين قبل ما موري تختفي. وفي اليوم اللي اختفت فيه موري كان في محضر لها مفاجأة كبيرة في الكرنفال اللي عامله الأوتيل، فكان بيستعجلها عشان يخرجوا. بس موري طلبت منه يسبقها لأنها لسه محتاجة وقت أكبر تجهز فيه. وفعلا في سبقها على الكرنفال، والدنيا هناك كانت ايه بقى، رقص وشرب وحاجة آخر شهيصة على الآخر. وفي لقى نفسه بيطلعوه على المسرح وعمالين يشربوه، ولحد ما هو نفسه تعب من كتر الشرب ودخل الحمام. ومن كتر ما هو طول فيه فضل الشخص يرزعله على الباب عشان يخرج، ولما خرج اتخانق معاه كمان، ففي ضربه ومشي. ولما خرج لقى الأوتيل فاضي والكرنفال أكنه ما حصلش ومفيش ولا بني آدم فيه. موري اختفت فجأة ومبقاش عارف يوصل لها. سأل عنها الريسبشن محدش شافها. مي بقى بعد ما بتسمع القصة كاملة بتقوله حلو، أنا بقى عايزاك تفضل ورايا وتعمل بس اللي هقولك عليه. بتاخده بعدها وبيروحوا على مكان كان فيه زارو مع موري برضه. والغريب إنهم بيلاقوا المكان متكسر أكنه حصلت فيه خناقة بالظبط. صاحب المكان بيبرر ده إنه حصلت عاصفة جامدة قوي هي اللي دمرت المكان بالشكل ده. مي طول الوقت بتفضل مركزة في وشوش الناس اللي قابلوا في وموري، بتشوف نظراتهم وردود أفعالهم، وبسرعة قدرت تجمع كل حاجة. الناس اللي اتعرف عليهم في من لما وصل البلد سواء في الأوتيل أو براه لقوا إن في مجرد سائح غريب عن البلد ما يعرفش فيها حاجة، وعمال يصرف يمين وشمال. فحطوا عينهم عليه عشان يستغلوه. خطفوا موري وتعمدوا يشربوه في اليوم ده عشان يخلوه مش مركز في حاجة لحد ما يخلصوا خطتهم. وكمان هما اللي حطوله الدواء عشان يلعبوا في دماغه ويخلوه مش عارف يفرق بين الحقيقة والوهم. وبعتوا بنت نصابة تمثل إنها مراته، فسرقت ورق موري وجواز سفرها وبعتته ليهم عشان يزوروه ويحطوا صورتها عليه كمان. وكمان زوروا الفيديو بتاع المكتبة. وهي دي بقى كل اللعبة اللي هو محطوط فيها من ساعة ما جه الجزيرة دي. بعد ما مي بتخلص استنتاجها بقى بتقاطعهم البنت النصابة اللي بتمثل إنها موري. فمي بتقول لفي خد البنت على قد عقلها بس وشوف هتوصلك لفين، جايز نعرف حاجة جديدة. البنت النصابة بتدخل لفي تطلب منه يجهز نفسه لأنها حجزت ليهم عشاء على البحر بالليل. وفي بيسمع كلام مي وبيروح على العشاء معاها، وبيكون حاطط سماعة بتخلي مي تسمع وتسجل كل حاجة بتتقال. في بيقعد يسأل البنت هي مين وعايزة منه ايه، فالبنت بتفضل تلاوع في الكلام لحد ما بتقوله بصراحة إنها عايزة كل فلوسه وأملاكه، وبتفهمه خطتها. دلوقتي هو قدام الشرطة بقى مريض عقلي وعنده مشكلة في السيطرة على أعصابه، والقانون في البلد اللي هي فيها بيدي وصاية كاملة لأهل المرضى من النوع ده على كل أملاكهم. يعني لو بلغت عنه في أي وقت إنه اتجنن كده ولا حاجة تقدر تاخد كل ثروته بكل سهولة. وقتها فيه بيتعصب قوي وبيهددها إنه ممكن يخلص عليها قبل ما تفكر تعمل أي حاجة. فمي بتطلب منه يهدى لأنه البنت بتحاول تستفزه عشان توصل لهدفها، بس في مش بيقدر يتحكم في أعصابه. بيزق البنت جامد يوقعها على الأرض، فالبنت بتمثل قدام الناس إنها خايفة منه، والناس بتتجمع حواليها عشان يمنعوا فيه إنه يأذيها. فمي بتتدخل بنفسها وبتروح تاخده عشان يمشوا، ووقتها بتلومه لأن تهوره ممكن يخلي البنت توصل لهدفها وتاخد منه كل حاجة بالقانون. ففي بيقول لها إنه مش فاهم المفروض يعمل إيه دلوقتي، والمهم عنده إنه يلاقي موري مراته. فمي بتقوله إنها مش حاسة إنه العصابة اللي مع البنت هما اللي خطفوا موري، لأنه طالما هدفهم الفلوس ما كان زمانهم طلبوا فدية وخلاص. شكلهم ملهمش علاقة باختفاء موري واستغلوا غيابها بس. مش بعيد كمان إنها لو ظهرت يخلصوا عليها لأنها هتبوظ كل خطتهم. في بيقول لها طب والعمل، أنا فاضل في تأشيرتي يومين ولازم ألاقي موري قبل ما اليومين يخلصوا. مي بتطمنه إنه في ناس تبعها بيدوروا على موري في كل مكان وأكيد هيلاقوها. مي بعدها بتوصل في على البيت عشان يرتاح. وتاني يوم بتاخده وبيركبوا عربيتها، وبتلاحظ إنه في شخص غريب بيلاحقها، فبتسوق بسرعة كبيرة عشان تخلص منه. وبتوصل بعدها على مكان مهجور هي وفي، بيلاقوا فيه لوحة عليه كمية صور ومعلومات وأخبار عن في وموري وحياتهم. في بيلاقي هناك جواز السفر الحقيقي بتاع موري، فبيقول لمي إنهم لازم ياخدوا الأدلة دي للشرطة. بس في اللحظة دي بيظهر شخص غريب ببندقية بيضرب عليهم نار، وفي ومي بيهربوا منه بسرعة وبيوصلوا المكان أمان. وقتها مي بتتخانق مع في وبتقوله إنه مش صريح معاها، وعرفت من رجالتها اللي حققوا في قصته إنه طلع مؤامر كبير قوي، وكان لسه من يومين بيتواصل مع مؤامر تاني اسمه كي. مي بتقول لفي إن موري ممكن تكون اتخلت عنه بعد ما عرفت إنه بيلعب قمار وخبى حقيقته عنها. في بيقول لها إنه مي مستحيل تعمل ده لأنه موري مستحيل تتخلى عنه، هي أصلا كانت عارفة بماضيه. وهنا في بيقعد يحكي لمي قصته من البداية،
بيقولها إنه اتولد فقير، باباه مات وهو صغير ومامته كانت قليلة الحيلة، اضطر يسافر من القرية للمدينة واشتغل في وظايف كتير بسيطة لحد ما وصل لأكاديمية الغوص اللي اتعرف فيها على موري. وقتها حياته بدأت تستقر، بس فضلت مشكلته واحدة: الفلوس. مرتبه ما كانش قادر يغطي تكاليف حياته في المدينة، فلجأ للقمار. في البداية لقى نفسه بيكسب فتشجع وطمع وقلبه قوي، بقى طول الوقت بيآمر وصدق إنه مهما يخسر هيقدر يسدد ديونه، لحد ما الدنيا طينت على دماغه وبقى عليه دين كبير قوي لعصابة القمار اللي كان بيلعب عندهم. وطبعا خد العلقة التمام ومضوه على شيكات بالمبلغ. حياته وقتها اتقلبت فوقاني تحتاني لحد ما ظهرت موري في حياته وحبها. وقبل جوازهم في صرح موري بماضيه ووعدها إنه هيعمل أي حاجة عشان يسدد ديونه، فموري ادتله كارت حسابها عشان يسدد ديونه، ووثقت فيه إنه مش هيرجع يآمر تاني. والمفروض فعلا إنه في خد الفلوس وسدد ديونه، وبعدها مسك شركة أهل موري وكبر الشغل ووصل للي هو فيه بسبب دعم موري ليه. هنا في بيأكد لمي إنه مستحيل يكون موضوع القمار هو السبب اللي يخلي موري تبعد عنه، لأنها كانت عارفاه وتقبلته. مي بتصدق فيه، وتاني يوم بتقابله في كافيه في الشارع، بتعرفه إن عندها خبرين: واحد حلو والتاني وحش. الحلو إنها لقت هاسل المصور اللي صوره هو وموري على البحر أول ما وصلوا الجزيرة، ووافق يديلهم الصور مقابل الفلوس، ويشهد كمان إن موري الحقيقية مش هي البنت النصابة اللي بتتبلى على فيه. والخبر الوحش بقى إن الشخص اللي ضرب عليهم نار ببندقيته طلع مجرم كبير قوي اسمه بانج، معروف عنه إنه بيستهدف السياح الأغنياء الأجانب اللي بيجوا الجزيرة وبينصب عليهم بنفس الطريقة عشان ياخد كل أملاكهم. فماي بتنصح فيه يرجع بلده دلوقتي قبل كمان شوية، لأنه لحد دلوقتي خطة بانج ماشية وممكن في أي وقت البنت اللي عاملة مراته ترفع قضية عليه. بس في بيرفض لأنه مستحيل يتخلى عن موري، فماي بتاخده وبتوديه عشان يقابله المصور هاسل، وهناك بياخدوا منه الصور اللي بيظهر فيها شكل موري الحقيقي. وقبل ما بياخدوه معاهم عشان يروحوا على اسم الشرطة يقدموا الأدلة دي، بيظهر غواص بيشوف صور موري بالصدفة، فبيقول لهم: مش انتوا العرسان الجداد اللي من اسبوعين نزلتوا المية لوحدكوا وكمان خدتوا مني بدل غوص عشان تنزلوا بيها؟ ففي بيتوتر كده وبيقول له: لا لا لا، اكيد انت فاكر غلط. وبياخد مي بسرعة عشان يتحركوا على الاسم. بس في الطريق مي بتبقى مش مرتاحة لفي، بتحس انه مخبي عنها حاجة، فبتسأله ليه هو وموري نزلوا البحر لوحدهم. ففي بيقول لها ان ده ما حصلش، والولد اكيد فاكر غلط لان موري بتخاف اصلا من المية ومستحيل كان ينزلها. فمي بتقول له: لا، الولد شكله مش بيكذب، انت اللي بتكذب، انت قولي ايه اللي حصل في موري. في بيتعصب وبيقول لها: انا خلاص ما بقتش عايزك تساعديني. بينزل من العربية عشان يروح القسم لوحده، بس مي بتنزل وراه، وفي اللحظة دي بيتضرب نار عليهم، فحاسل بيموت، ومي وفي بيخافوا وبيستخبوا، والشخص اللي ضرب حاسل بالنار بياخد منه الفلاشة اللي عليها صور موري وفي، وبعدها بيبدأ يجري ورا في ومي عشان يخلص عليهم. وبالغلط في بيقع في المية، ولما بيخرج منها بيجري على الأوتيل ياخد جواز سفر وحاجته عشان يرجع بلده. ساعتها بتظهر قدامه البنت النصابة وبتقوله: على فين؟ فاكر نفسك هتهرب بالسهولة دي؟ أنا قلتلك قبل كده إن أنا هاخد منك كل حاجة. وفجأة بتضرب دماغها بإزازة، ففي بيفقد أعصابه وبيهجم عليها، بيقول لها: انت عايزة مني ايه بقى؟ كفاية. بس في اللحظة دي الشرطة بتقتحم المكان وبتقبض على في. بس في فجأة بيلاقي نفسه مربوط على سرير في أوضة عمليات بدل الاسم، فبيفضل يصرخ عشان يسيبوه، فبيلاقي تشينج داخل عليه، ففي بيقوله: الحمد لله، أكيد انت جاي تنقذني بقى صح؟ بس تشينج أصلا بيطلع معاهم مع البنت النصابة ومع بنج المجرم، وهو اللي خلص على هاسل المصور كمان. في بيفهم إنه خلاص كلهم كانوا متفقين عليه من الأول ومفيش مفر. بيبقى فاضل على عمليته تلت ساعة بالظبط. في الوقت ده مي بتتنكر كممرضة وبتدخله، بتقوله: أنا مش هقدر أغير حاجة. تشينج استخدم سلطته وطلع قرار إنك مريض عقلي ومحتاج جراحة في المخ، عشان بعدها البنت النصابة تاخد كل فلوسك باعتبار إنها مراتك. والحل الوحيد قدامك دلوقتي عشان أساعدك إننا نلاقي موري. قولي الحقيقة وبطل كدب، وديت موري فين؟ وما تمثلش عليا بقى دور الزوج المخلص اللي بيحب مراته وبيدور عليها. أنا فهمت كل حاجة خلاص. يوم ما موري اختفت انت ما كنتش محضر لها مفاجأة في الكرنفال ولا حاجة، انت ضحكت عليها، قلت لها ان في واحد صاحبك هتطلع تقابله وسبقتها تروح الكرنفال عشان يبقى في شهود على كلامك. بس لما دخلت الحمام هربت من الشباك ورحت قابلت موري على البحر وقلت لها انك محضر بدل الغوص عشان تنزلوا سوا المية. بس بعد ما نزلتوا مع بعض انت بس اللي طلعت ورجعت من شباك الحمام تمثل ان موري اختفت. فقولي بقى عملت فيها ايه؟
مي بتفضل تضغط على في لحد ما بينجبر يقولها الحقيقة كلها. الحقيقة إنه في رجع للقمار من تاني وبقى عليه دين لكاي اللي هدده إنه هيخلص عليه لو مسددش في أقرب وقت. وقتها في طلب مساعدة موري بس هي رفضت تساعده لما عرفت إنه خلف وعده معاها ورجع للقمار. والمفاجأة الأكبر إنه كان مخطط يتعرف على موري من الأول خالص بعد ما عرف إن أهلها ماتوا في حادثة. يعني في لا كان بيحبها ولا نيلة، كان بيمثل عليها بس عشان فلوسها. المهم إن موري بعد ما رفضت تديله الفلوس في بدأ يحقد عليها، خصوصا لما شاف عندها اتفاقية طلاق كانت هي محضراها. وقتها في قرر يخلص عليها فأوهمها من تاني إنه هيتغير، وعرض عليها يسافروا شهر عسل علشان ينبسطوا شوية سوا. وموري لأنها بتحبه صدقته ووافقت، بس هناك في نزلها المية على أساس هيوريها النجوم في السما وهما تحت المية يعني. بس في كان مجهز قفص حبس فيه موري وسابها تموت لوحدها عشان يورثها. في بعد ما بيعترف بالحقيقة مي بتقوله خلاص أنا كده وصلت للي أنا عايزاه، أخيرا اعترفت إنك مجرم حقير وما عندكش أصل. وقتها في بيتعصب جدا، بيقول إن موري هي السبب وإنها تستاهل اللي عمله فيها. المفاجأة إنه في بيلاقي نفسه فجأة اتحرر وقادر يخرج من أوضة العمليات اللي بتطلع أصلا مش أوضة عمليات. في بيخرج يلاقي نفسه وسط مبنى مجهول. لما بيدخلوا بيلاقي فيه مي مع تشانج والبنت اللي بتمثل إنها مراته ومع المصور والويتر وكل واحد قابله في الجزيرة حرفيا. كل الناس دول طلعوا صحاب مي وعاملين عليه مسرحية، ومي أصلا بتطلع هي نفسها نيان صاحبة موري المقربة، واللي عملت كل ده في عشان تنتقم منه وتخليه يعترف هو عمل ايه في صاحبتها. هنا بقى بنشوف فلاش باك لنيان وموري وهما صغيرين، بنفهم منه انه كانوا صحاب قريبين قوي واكتر من اخوات، فنيان كانت مستعدة تعمل اي حاجة عشان صاحبتها. وطبعا احنا عارفين انه نيان مخرجة مسرحيات، فعملت كل التمثيلية دي مع صحابها اللي شغالين في فرقة التمثيل بتاعتها، وده بعد ما اكتشفت اختفاء موري بعد سفرها مع في. نيان لما شكت في ما استنتش ثانية، خدت صحابها وسافرت على الجزيرة تحقق في الموضوع. وقتها اكتشفت إنه آخر إشارة لموبايل موري كان في البحر، ولأنه مفيش جثة ولا أي حاجة تبلغ عنها عملت اللعبة دي كلها عشان تجبر فيه يعترف إنه خلص على موري، وكمان تعرف منه بالظبط سابها تغرق فين. في النهاية الشرطة بتيجي تقبض على في اللي بيتعذب أكتر لما بيعرف من نيان إن موري كانت حامل في ابنه، عشان كده وافقت تدي جوازهم فرصة تانية. نيان بتقول لفي إن موري هي الإنسانة الوحيدة في الدنيا اللي حبته، ورغم ده سابها تموت لوحدها في قلب المية. في طبعا بيتحكم عليه بالإعدام على جريمته، ونيان بتدفن صاحبتها بعد ما بتلاقيها، وبكده بتكون العدالة خدت مجراها. ولحد هنا بقى فيلمنا بيكون خلص. قولولنا ايه رأيكم في التعليقات، ويا ترى كنتم متوقعين النهاية ولا اتغفلتوا زيي بالظبط؟ ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير وكمان تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، عشان دعمكم مهم اننا نقدر نكمل. ونتقابل على خير ان شاء الله في ملخص جديد. سلام.